هل عمرك وقفت قدام الكيبورد وسألت نفسك هو ليه الحروف مترتبة بالشكل الغريب ده؟ يعني ليه الترتيب QWERTY مش ABCD كالعادة؟ لو احنا بنتعلم الحروف أبجدي ليه الكيبورد مش ماشي بنفس الترتيب؟ تعال أقولك الحكاية من البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي حصل في الموضوع ده غريب جدا. في منتصف القرن ال19 وبالتحديد سنة 1868 كان في مخترع أمريكي اسمه كريستوفر شولز. الراجل ده اخترع أول آلة كاتبة، يعني هو بيعتبر الجد الكبير جدا للكيبورد اللي بنستخدمه النهاردة. في البداية شولز كان طبيعي جدا ورتب الحروف بالترتيب الأبجدي اللي احنا نعرفه، بس واجهته مشكلة كبيرة، والمشكلة دي غيرت مستقبل الكيبورد كله. المشكلة إن المفاتيح المعدنية اللي جوه الآلة الكاتبة كانت بتتزنق وتتعطل لما الشخص يكتب بسرعة. يعني مثلا لو كتبت كلمتين ورا بعض فيهم حروف قريبة من بعض في الكيبورد كان ممكن المفاتيح تتشابك وتقف. فإيه الحل دلوقتي؟ يخلي الناس تكتب أبطأ؟ طبعا ده صعب. طيب يغير شكل الآلة؟ ده مكلف جدا. فقرر يعمل حركة مختلفة، وهو إنه يعيد ترتيب الحروف، لكن على أساس إن الحروف اللي بتتكتب مع بعض دايما أو قريبة من بعض تكون بعيدة عن بعض. يعني مثلا حرف التي والاتش دول بيجوا كتير سوا في كلمات زي ذا وذس، فكان لازم يكونوا بعاد عن بعض في الكيبورد عشان ايدين المستخدم تتحرك من ناحية للتانية. الراجل فضل يجرب ويعيد ترتيب الحروف ويبدل ويغير لحد ما وصل للترتيب اللي بنشوفه دلوقتي. الترتيب اللي وصله في الآخر ده سماه كويرتي، QWERTY، وسموه كده ببساطة عشان ده أول 6 حروف في الصف العلوي من الكيبورد. طيب السؤال دلوقتي، ليه ما غيرناش الترتيب ده بعد كده لما التكنولوجيا اتطورت؟ خصوصا ان احنا حاليا بنكتب على كمبيوترات وشاشات لمس ومفيش مفاتيح هتتزنق ولا حاجة. كل ده بسبب حاجة اسمها العادة والاعتماد العالمي. الناس اتعودت والكتب التعليمية اتكتبت والشركات صنعت الأجهزة والمدارس درست على الكيبورد ده. يعني العالم كله بقى مبني على ترتيب كوارتي، وأي محاولة للتغيير كانت بتفشل. يعني تخيل كده كان في نظام اسمه ديفورا، وده اتعمل مخصوص عشان يكون أسرع وأسهل، وحط الحروف الأكثر استخداما في أماكن قريبة من بعض عشان تقلل حركة إيدك. بس للأسف ما قدرش إنه ينافس كوارتي. حتى الناس اللي جربت أنظمة تانية رجعت تاني وقالت يا عم خليني على اللي أنا عارفه. الغريب بقى إننا دلوقتي بنستخدم كيبورد معمول من 150 سنة عشان يبطئ الكتابة، وإحنا في عصر السرعة والتطور.